هكلمكم عن لاعب كتير منكم ما يعرفوش. لاعب اسمه فريدي أدو، لعيب أمريكي موهبة. حرفيا لو عملوا تعريف على كلمة موهبة هيلاقوها فريدي أدو. لعيب وهو لسه 14 سنة الناس كلها قالت عليه ده بيليه، ده ملوش حل يا جدعان، ده قدراته الكروية لا مثيل لها. كان بيلاعب الناس اللي أكبر منه بأربع وخمس سنين ويبهدلهم وهو لسه 14 سنة. فركز معايا واربط الأحزمة عشان هنطير لقصة مليانة دروس. نادي دي سي يونايتد الأمريكي عمل عقد احترافي لفريدي أدو وهو لسه عنده 14 سنة ليصبح أصغر رياضي في تاريخ أمريكا يعمل عقد احترافي. الصحافة الأمريكية والعالمية اتجننت، كل شوية ده بيليه جديد، ده بيليه جديد، وبيليه يروح يصور معاه، والكل مقتنع خلاص إن دوت هيأدي مسيرة ملهاش مثيل. للأسف يا جماعة الضغوط والتوقعات كانت أكبر من إنه يتحملها. تخيل واحد لسه 17 سنة يعني لسه مراهق اتحط تحت الأضواء والكل قاعد يطالبه بإنه يؤدي أداءات أسطورية. ففي 2007 راح بنفيكا البرتغالي أوروبا بوابة النجوم. الكل قال يمكن ده المكان اللي يثبت نفسه فيه، لكن الأمور ما كانتش سهلة. كان بياخد فرص قليلة والأداء بتاعه ضعيف، فانتقل لأندية تانية أصغر في أوروبا ونفس الكلام، أداء ضعيف وعدم استقرار. وهنا كان السقوط المدوي. تخيل يا صديقي يفشل في نادي يروح لنادي أصغر، من بلد لبلد، من قارة لقارة، من دوري لدوري، لدرجة إنه لعب في 15 فريق في 11 دولة مختلفة، من أفريقيا لآسيا لأمريكا لأوروبا، وفشل فشل 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 رغم إنه موهبة حقيقية. وده دليل يا جماعة إن الموهبة وحدها لا تكفي. النجاح في كرة القدم بيعتمد على عوامل كتيرة، منها الاستقرار النفسي، منها اللي انت تلعب مع فريق داعم ليك، فريق بيلعب كرة جيدة، فريق عالي هيطور هو كمان من مستواك. لو لعبت مع ناس مستواها قليل مستواك هينزل ليهم، فالفريق اللي انت بتلعب معاه هيأثر جدا عليك. لو فريق جامد انت هتعلى معاهم، لو فريق ضعيف انت هتضعف معاهم. خلي بالك من اللي انت بتحوطهم. تالت حاجة المدرب. في مدرب ممكن يطور من موهبتك ومدرب تاني يدمرها. فريدي نفسه ظهر في مقابلات كتير وقال انه ما كانش ناضج كفاية لما حملوه مسؤولية ان انت اسطورة جديد. كان لسه صغير وقال انا فعلا ما تحملتش ان انا اتحط تحت الاضواء في سن صغير زي كده، بالذات اللي انا ما كنتش مستقر نفسيا، وكمان ما كانش معايا فريق داعم، وكمان ما لقيتش المدرب اللي يقدر يظهر موهبتي بالكامل. ودي كانت قصة فريدي أدو، موهبة ضائعة لدرجة ان اغلب اللي بيتفرج عليا دلوقتي مش عارفها، بس حقيقي ده كان راجل موهبة. ولو عايز تتفرج على مهاراته هتنبهر حقيقي، هتحس ان انت بتتفرج على ميكس بين ميسي وبيليه. بس يا جماعة الدرس المستفاد ان البداية وحدها لا تكفي، النهاية دايما اهم من البداية. والدرس المستفاد كمان ان الضغوطات والتوقعات ممكن تهدم اكبر المواهب. دلوقتي فريدي بعيد عن الاضواء لكن قصته مؤثرة واتكتبت في التاريخ. وانت كمان لو عارف ان في لعيبة مش ظاهرة واحنا مش عارفينها وابتدت بداية الكل كان متوقع ان هم هيكونوا اساطير في المستقبل لكن فشلوا، اكتب لي في الكومنتات وممكن اعمل فيديو عنهم. كان معكم محمد فتحي الشهير بأزوزة. سلام.